النهاردة هنعمل مع بعض كشري مصري 8 دقايق بالظبط، وهتكوني بتاكلي احلى طبق كشري ما اكلتوش في حياتك، ومكونات بسيطة جدا جدا وكلها من البيت عندك. مش لازم عشان الكشري مكوناته كتير يبقى هنعمل المكونات كلها، ما يمكن انت ما بتحبيش كل المكونات اللي في الكشري زي انا مثلا ما بحبش العدس ولا الحمص. المهم بقى تعالى ندخل على الفيديو الجامد بتاعنا ده اللي هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله. واول حاجة عملتها وهي ان انا حطيت الحلة على النار. الحلة دي اللي هسوي فيها المكرونة اللي هي الاسباجيتي والعقل اللي زي ما انتوا شفتوا كده معايا بالظبط. اول حاجه حطيت المكرونه على النار، سبتها قبل ما تتسلق، قشرت البصل، هخرطه بقى ايه، بصوا اي حاجه انت عايزاها، مكعبات صغيره، شرايح، جوليان، كل طريقه بتريحك او بتعجبك او اسهلك مثلا انت ممكن تقطعي بيها البصل. تمام، قطعي البصل زي ما انت حابه. على فكره ممكن تضربيه في الكبه وتفرميه فرم خشن، وهقولك برضو تعمليه ازاي، كله في الاخر هيديكي نتيجه واحده. المهم يا جماعه الطعم، والله ما يغركوش الشكل، المهم في النهايه الطعم. سوري انا كل ده كنت فاكره انك كنت شفتوا المكرونه. بصوا عمال ما خرجت البصل كانت الميه غلت بتاعت المكرونه، حطيت المكرونه العقل. بعدين هنجيب المكرونه الاسباجيتي وهنقسمها على 3 انصص، فاهمين؟ احنا عايزينها صغيره مش عايزينها كبيره، وهنسلق كله في حله واحده، مش الرز او الكشري كله في حله واحده، لا، المكرونه هي اللي هنسلقها في حله واحده. صدقوني بصوا ما خدش مني وقت ابدا، وعملته باحلى طريقه. وعلى فكره دي مش اول مره اعمل فيها الكشري، بس انا عملت الكشري كتير قبل كده. بصوا سلقت المكرونه، وعلى فكرة انا ما سويتهاش سوا كامل لان هي هتقعد بقى معايا، يعني انا هي مش هحطها في صلصة ولا حاجة، لا هي هتقعد معايا على كده، ولكن انا هزودها مكون واحد يخليها طول الوقت مفرفرة، لان المكرونة ممكن لو تسيبوها كده بتمسك في بعض طبعا لان المكرونة نشا. شوية الزيت اللي انا حطيتهم عليها هما دول اللي هيخلوها مفرفرة لحد اخر مكرونايه في المصفى عندك. ادي البصل بتاعي، ادي الزيت، سهل جدا جدا. بصوا خرطته باي طريقه، مكعبات على شرايح على جوليان، كله ببعضه. حطيت عليه شويه دقيق وشويه نشا وشويه ملح. مش عايزه تحطي عليه دقيق، مش عايزه تحطي عليه نشا، مش عايزه تحطي عليه الملح اصلا، ما تحطيش، صدقيني كله هيكون في النهايه نتيجه واحده. لكن ايه اللي يفرق بقى؟ اللي يفرق انك تطلعي البصل على مصفى مش على ورق، على مصفى. وشايفين بقى شوية الزيت اللي انا حطيتهم دول، هم دول اللي هعمل بيهم كل حاجة، الرز، الصلصة بتاعت الكشري، كل حاجة. بصوا البصل كله بقى تمام معايا وكله لون واحد. خدت بقى ايه شوية من البصل ان سوري، الزيت ما طلعتش كتير يعني، بس انا عملت في نفس الصينية دي اللي عملت فيها البصل، طبعا ريحة البصل موجود برضو في الصينية. انا بس ضفت شوية زيت صغيرين عشان خاطر الزيت ما كانش كتير. التومة اتحمرت، حطيت شوية خل، ودي الصلصة عندي كمان متفرزة، ماما مفرزة صلصة حطيتها على طول، طبعا صلصة كتير عشان الكمية ما شاء الله كتير، وانا اصلا عاملة بشوية دول. بصوا هقول لكم دلوقتي العدد اللي وكلوا وشبع كمان. تمام، سبت بقى ايه الطماطم تفك على النار لحد ما اعمل الخل بقى والثوم بتاع الكشري، ده اللي بيكون في المطاعم. الثوم، شوية توم مفرومين، عليه عصرة ليمونة صغيرة، شوية كزبرة ناشفة، شوية كمون، تمام، وشوية خل وشوية مية، بس كده مش اكتر ولا اقل. وادي المية والخل، انتي بقى بعينك كده وبالنظر ممكن تدوقيه كمان، هتشوفي ناقصها ايه، انتي بقى من هنا هتعرفي ايه اللي ناقص وهتضيفيه على طول. جبت بقى البراميل دي، حطيت فيها ايه بقى، الدقة بقى والشطة، قصدي الشطة والبصل. بصوا بقى البصل عملته ازاي، بصوا زي ما قلت لكم البصل، بصوا انا مخرجاه على مصفى عشان ايه، ينشف.
بفضل اكسره كده بايدي لحد ما بيبقى كله حجم واحد. عشان كده في البداية قلتلك قشريه بالطريقة اللي انتي عايزاها. الصلصة فكت خالص، زودتها بس شوية مية عشان انا مش عايزة الصلصة بتاعت الكشري تكون تقيلة. مكعب مرقة دجاج، دي بقى ايه البهارات اللي انا بضيفها على الصلصة بتاعت الكشري. رشة فلفل اسمر بس مش كتير. وايه تاني، هحط كزبرة ناشفة تقريبا. وطبعا الملح لا غنى عنه. تمام. وهنا كنت برش ايه الكزبرة الناشفة. طبعا وطي النار يعني عشان خاطر ما تفضلش بقى الصلصة تطرطش وكده. بس انا بقلبها بالراحة جدا. بس انا اسفة طبعا لو سامعين صوت، بس ده ابني يعني الصغير نونو، معلش. خلاص كده الصلصة بقى هدي عليها، نقلتها على العين التانية. وهنا هنيجي نعمل الرز. بصوا بقى الرز هعمله بايه، بالزيت اللي انا حمرت فيه البصل. الشعرية بتاعتي التحفة حمرتها كده في الزيت. المية حطيتها. هنا بقى مرقة الدجاج، لو انتي مش عايزة تحطي المرقة، بصوا يا جماعة ممكن اكون حاطة مرقة خضار، مرقة لحمة، بس انا في النهاية عندي كلها واحد، انا بقول عليها مرقة دجاج. تمام. شوية ملح. هنا بقى كنت ضفت الرز اهو وهقلبه. سهل جدا، مفيش اي بقى ايه يعني حوارات كتير. لو عايزه بقى تعملي عدس هتعمليه تسلقيه كده في حله لوحده. ده في البدايه حضري الاول الحاجات السهله، بعد كده خشي بقى ايه في الحاجات اللي انت شايفاها دي. يعني اسلقي الحمص، اسلقي العدس وسيبيه على جنب. وبعدين بقى اعملي الحاجات اللي انا عملتها دي، برضو مش هياخد منك وقت. الشطه انا خدت شويه شطه بشويه زيت حطيتهم على النار. دي الشطه يا جماعه بتاعه المحلات، هي دي بتبقى طريقتها. ومعلقتين صلصه من اللي انت عاملاها، شويه ميه. وهتفضلي بقى ايه تقلبي كده. تمام. بص انا كنت بعملها يعني ما كنتش بحط ميه كتير كده، بس المره دي حبيت احط ميه كتير عشان بتكون حراقه جدا، فانا ما كنتش عايزاها حراقه ابدا، يعني مش عايزاها حراقه اوفر. بس ما فيش اسهل من كده بتهيألي. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب يكون طبق الكشري التحفه ده عجبكم. كنت عايزه والله اجيب علب واحط فيهم الكشري عشان يكون من بره بالظبط، بس يعني النصيب بقى لقيت المحل قافل. فالحمد لله انا هنا كنت بقى حطيت الشطه وحطيت كل حاجه، الرز من تحت طبعا زي المحل بالظبط. تحفه بجد. يا رب يكون عجبكم، ويا رب ان شاء الله اكون افدتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، وبجد جربوه بطريقتي هيعجبكم جدا جدا. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه يا حبايب قلبي.